شكون شيخ جبالة شكون شيخ جبالة مولاي عبد السلام أو ليلى مولاي عبد السلام أو ليلى فرحة اللي زاروا فرحة اللي زاروا بركتو تنوب علينا أو ليلى بركتو تنوب علينا أو ليلى ألا الليلاني ألا الليلاني أراصي ومدد عليك وباقي أراصي ومدد عليك وباقي طنجة يا العالية طنجة يا العالية عالية وبسوارها أو ليلى عالية وبسوارها أو ليلى عشقي بنات تطول عشقي بنات تطول هي ومالها أو ليلى هي ومالها أو ليلى واحدة 35 دقيقة. الحسين السلاوي الله يرحمه طنجة العالية. حنا مشينا لطنجة العالية بالعيد اليوم باش نتكلموا على مهرجان اللي خدا المكان ديالو خدا بلاصتو اللي هو مهرجان الوطني للشعر والزجل ياك اللي كيتجرى في مدينة طنجة. ومعنا سي بلال الصغير اللي هو مدير المهرجان الوطني. السلام عليكم سي بلال. سي بلال كنظن غادي نعاودو نربطو الاتصال به. انت كنعرفك انه بحال هاد المبادرات هادي يعني كتمنها وكتعطيها القيمه ديالها فاحنا غادي نحاول تعرف المشاكل اللي كيواجهها الشعر في المغرب. كاين بيت الشعر كاين جمعيات كتضارب مع الشعر ولكن لسوء الحظ عندنا شعراء نعم مرموقين مستوى عالي. ما تنساش بان اللاعبي عبد اللطيف اللاعبي كان دار كونكور ديال الشعر. غنمشيو لمدينه طنجه. سي بلال الصغير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. غنتكلموا على هذه المبادره ديال المهرجان الوطني كيف حال الشعر والشعراء؟ يا سيدي مرحبا. واش الشعر تا هو كيطلب الفيزا؟ الشعراء عندهم سميتو الفيزا انترناسيونال فين مشاو كيتكلموا. مرحبا بهم واخا قلال واخا مكرفسين واخا ما تعرفش بهم ياك. وياه بزاف. واش كاين دابا الموضوع اشنا هو؟ الموضوع ديال المهرجان هو في الدوره ديالو الخامسه المهرجان الوطني للشعر والزجل. الدوره ديال الاستاذه والشاعره المغربيه الانيقه صاحبه الاحساس سوريا مجدولين. المهرجان هذه السنه يحتفي بجائزه طنجه الكبرى ايضا في دورته الخامسه، اضافه انه غادي يناقش موضوع الشعر المغربي المعاصر واشكال التجنيس، وهذا مشكل كبير في الوسط الشعري المغربي. وان شاء الله بحضور دكاتره واساتذه كبار باحثين ومختصين في المجال اللي غادي يتطرقوا لهذا الموضوع وكل غادي يدلي بالراي ديالو. وفي نهايه الندوه الوطنيه غادي نخرجوا بالمعطيات وغادي نرفعوا من المؤسسات المعنيه، ونتمنى من الله اننا نكونوا من الناس اللي ساهمنا وبادرنا من هذا الاتجاه هذا، خصوصا في المدينه ديال طنجه كتعتبر اول نشاط شعري زجلي بامتياز على مستوى مدينه طنجه كامله. ويكون المهرجان انه قدم خدمه للمشهد الثقافي للمدينه، ونكونوا خدمنا واجهه طنجه الثقافيه في مواكبه مشروع طنجه الكبرى اللي كتعرفوا المنطقه. شنو معنيه معاصر؟ المعاصر يعني هذه القضيه ديال كاين هناك الشعر الحداثي والشعر التقليدي. يعني هناك النثر والعمودي وقصيده التفعيله، وهذا ينطبق ايضا عن الزجل. الزجل يعني كذلك الزجل كاين الزجل التقليدي والزجل الحداثي.
واحيانا كنسمعوا بعض القصائد وما كنعرفوش هاد الشعراء بعض منهم ماشي كلهم واش انهم كيلقيو علينا واحد قصه ولا واحد حكايه ولا قصيده. لهذا هذا الموضوع اللي هو كنشوفوه في غايه الاهميه اللي هو الشعر المغربي المعاصر واشكال التجنيس، يعني كيفاش تم التجنيس ديال هذا الشعر المعاصر مع المواكبه ديال التطور ديال الساحات الثقافيه والادبيه بالمملكه. ولهذا غادي يكونوا حاضرين معنا دكاتره في المستوى اللي هما متمكنين من الميدان وهذا اختصاصهم اللي غادي يناقشوا هذا التيم هذايا. وان شاء الله غادي يكون اكيد انا متاكد انها غادي تكون ندوه ناجحه بهذا الحضور ديال الاساتذه والدكاتره الباحثين اللي غادي يكونوا حاضرين. سي بلال باش نذكروا المواعيد، يعني هي باش يعني بشكل برنامج عرضي نذكروا البرنامج وقتاش غيبدا المهرجان وقتاش غيسالي باش حتى الناس اللي يعني كياخذوا هذه المعلومه، يعني الا كانت رغبه الانسان يمشي لطنجه يعرف وقتاش يقدر يمشي ويلتقي مع هذه الشخصيات ومع هذه المؤلفين او الشعراء. مرحبا. بالنسبه للبرنامج العام للمهرجان بدا استقبال الضيوف الوفود المشاركه في المهرجان ابتداء من 9 صباحا هذا اليوم، وغادي يكون الافتتاح ديال المهرجان في المساء على الساعه 6 يوم الجمعه. اليوم نعم اليوم بيت الصحافه بيت الصحافه بمدينه طنجه. وبيت الصحافه وما ادراك ما بيت الصحافه علامه اعلاميه يعني بعد معلمه بعد على الاقل كتجمعنا كاملين كصحفيين في طنجه. هذا هو الهدف من بيت الصحافه. وبيت الصحافه فتح الابواب ديالو الدرع ديالو حتى المثقفين. وهنا كيرجع الفضل للمشرفين على هذه المؤسسه هذه، ونتمنوا من الله ان شاء الله. يعني قلنا في العشيه غادي يكون الافتتاح ديال المهرجان، وغادي يكون التكريم ديال الاستاذه الشاعره سوريه مجدولين مرفق بقراءات شعريه وزجليه بكل من شكري البكري، نسيمه الراوي، والاستاذ سي احمد السياح، والاعلاميه الزجاله الشاعره عفوا عائشه بن الحاج. واش التكريم هذا فيه شي جانب مادي ولا الله يجيب؟ والجانب المادي يكون منحصر على يعني بالنسبه لهذه القضيه نتمنوا ان بعد ما نقدموا لكم البرنامج تفتح معايا دابا التساؤل، يعني الانسان باش يوجد مهرجان من هذا القبيل شحال المده ديال التجهيز ديالو، البحث عن المستشيرين، البحث عن الممولين، يعني انتم كمدير ديال المهرجان شحال ديال الوقت كياخذ لكم باش توجدوه؟ انا اتكلم عن مهرجان طنجه من نهار 13 يناير، يعني من شهر واحد الى حدود ساعه ما زلنا نبحث عن تمويل المهرجان. والخبر الجميل هو انني تلقيت مكالمه من مجلس المدينه هذا الصباح ويبشرني بخير ويقول لي ان الفنادق التي كانت ترهن اشاره المهرجان الغيت. الله يعني دابا الحمد لله انا كان عندي هذا الاحساس ودرت الاحتياط ديالي قبل ب3 ايام وعندي الامور ناضيه. فين تسكنوا في الديور مع الناس وداك الشيء؟ والله العظيم كنقول للمستمعين وكنقول للناس الشعراء ديال المغرب الى موفرين ليهم الاوتيلات مصنفه 5 نجوم بالاكل وبكل ما هما محتاجين. شحال الميزانيه اللي رصدتوا تقريبا سي بي؟ الميزانيه ديال هذه السنه هذه يعني في الدفتر التحملات ديال المهرجان عطات لينا تقريبا 22 مليون 50. ودابا ماشي حشومه هاد الناس ديال المجلس يديروا معكم هذا التعامل هذا ومع الابداع، تنقولوا طنجه وتنقولوا واش غادي نقول لك، الكل مسؤول او ماشي كلهم، يعني بعضهم كيتخبعوا في هذه القضيه ديال مدينه طنجه وطنجه الكبرى وطنجه الثقافيه وطنجه الادبيه، ولكن ما كتلقى للاسف الشديد ان واحد العقبه طويله وكبيره بزاف. بحال العقبه ديال طنجه تماما وربما اكثر من العقبه ديال طنجه. يعني كيوضعوا بعض العراقيل اللي هي كنشوفوها احنا امور بسيطه جدا، لان المجتمع المدني
جل الخطابات ديال صاحب الجلاله انه كيركز على المجتمع المدني انه يكون عنده دور فعال داخل الساحه الثقافيه والساحه السياسيه والدبلوماسيه الموازيه للمدينه وللدولة وخارج الوطن. ولكن من الأسف الشديد أن المسؤولين المنتخبين لا ما كيتجاوبوش مع هذه القضية هذه. يعني هذا يدل أن خطة يعني التصورات الملكية والتصورات القصر في اتجاه صحيح، وتصورات بعض المسؤولين المنتخبين سمحهم الله وهداهم الله في اتجاه آخر. خصكم ديروا المهرجان المقبل، عرفتي فاش ديروه؟ العنوان اش ديروه على الهجاء باش نجيو باش يلا كل واحد يكتب قصيدات ديال الهجاء ديال هاد الناس هادو ديال السياسه اللي كتكلم عليهم من سوء الحظ اللي تيفهموا الاهميه ديال الشعر. واحد النقطه استاذ غنشير لك هنا، هو ان فاش كتعامل مع المجالس المنتخبه كتعامل معه احيانا كحزب، يعني كينفرصوا انه ما بقاش في الحزب وصبح مسؤول على مدينه. باقي هذا الهاجس على سوء الحظ كينسى لانه كان واحد الوقت عند الحزب والان صباح كيمثل الساكنه. وهذا امر يؤسف. يعني كل انتخابات كنسمعوا وعود وكنسمعوا واحد العديد ديال الكلام الجميل اللي ما كيقولوش احيانا الشعراء في المهرجان، حتى كنتفاجأ به في الحملات الانتخابيه، ولكنما في الواقع شيء اخر يعني. لان الشعراء ما كيتقدموش انتخابات. هذا من بين المشاكل على ما اعتقد. وحتى الشعراء اذا كان ما كيتقدموش الانتخابات، فاحنا كنعرفوا ان القيمه ديال كل دوله وكل مدينه يعني كيتم الوزن ديالها بالثقافه. معقول. يعني كيف يعقل اننا في دوله العهد ديال محمد السادس، دولة الحق والقانون، وتنوع لا مادي من الخصوصيات ديال. ونتكلم عن الرأس المال اللامادي اللي هو المغرب غني به، وهذا ما يميز هذه الأرض وهذا ما يميز هذه البلاد. وفي التالي كتلقى الدروب ضيقه مع هاد المسؤولين المنتخبين اللي ما كيتماشاوش وما كياخذوش بهاد المعطيات وهاد القيمه ما كياخذوهاش بعين الاعتبار. وهذا هو كيسبب في بطء ديال العجله اللي الثقافيه اللي غادي تمشي. هادشي ما يبقاش على المهرجان في حد ذاته. كاين شي مسدعين عندكم من الخارج، من العالم العربي؟ من العالم العربي عندنا ضيفة كبيرة وعزيزة وغنية عن التعريف، الشاعرة الفلسطينية نيفين عزيزتينا اللي تقدمت في مراتب جيدة في برنامج كبير أمير الشعراء. غادي تكون حاضرة معنا لأننا هذا اليوم غادي نعلنوا على المهرجان الدولي للشعر بطنجة في الدورة المقبلة إن شاء الله. غيكون دولي المقبل غيكون دولي. وحنايا فتنا كاداره ديال المهرجان وكجمعيه ديال المجتمع المدني كنمثلوا المدينه بهذا المهرجان هذا. كل ما داروا لنا العراقيل، كل ما اجتهدنا وكل ما استمرنا. الدولي غادي يكون بمشاركه شي من الدول؟ غادي يكون عندكم شي مدعو رسمي؟ لا، المدعوة هي كاينه وحده اللي هي الاستاذه والشاعره نيفين عزيز طيبه اللي غادي تمثل دوله فلسطين. وفي الدوره المقبله اللي غادي نعلنوا على المهرجان الدولي، لان لحدود ساعه هو مهرجان وطني للشعر والزجاج، ولكننا في الدوره ديال 2018 غيكون المهرجان الدولي للشعر بطنجه. يعني غادي نفتحوا عن الضفه الاخرى المطلة على طنجة اللي هي إسبانيا وعلى أمريكا اللاتينية وعلى الشعر العربي في الدول العربية والدول المغرب العربي. وغادي نخلقوا واحد الجمالية، واحد المتعة، واحد الاستفادة لجمهور مدينة طنجة اللي هو دائما حاضر بقوة في مهرجان الشعر. تخيل معي أن مهرجان الشعر في مدينة طنجة ما كيحضرولوش 20 ولا 50 ولا 100 ديال الناس. كنتكلموا على 300 الفوق.
يعني الشباب والطلبه وداك الشيء مفتوح لهم، مفتوح البيبان باش يحضروا. مفتوح البيبان، كاين شي حاجه ديال التكوين، كاين شي حاجه ديال كاينه مسابقه كتكون في اطار فعاليه المهرجان، وكتكون قبل المهرجان بشهر، اللي هي سميتها جائزه طنجه الكبرى للشعراء الشباب، اللي كتراوح الاعمار ديالهم من 18 ل 30 سنه، وكتشرف على المسابقه لجنه تحكيم موازنه، وكتختار لنا الفائزين اللي كيفوزوا في 4 ديال الاصناف. يعني هناك الشعر الامازيغي والشعر الحساني والزجل والقصيده الفصيحه. وكاين شي جوائز؟ كاين جوائز ما غنقولش قيمه وما رمزيه، ولكنما الجوائز المحترمه اللي كنقدموها لهاد الشباب هذوما اللي التحقوا بنا الصباح هذا المدينه ديال طنجه. كانت مشاركه كبيره ديال الشباب لهذا هذا المشاركه ديال الشباب اللي كنتلقاوها بشكل قوي، والله العظيم هي من بين النقاط اللي كتخلينا اننا نستمروا. شحال من الشباب شاركوا تقريبا؟ على ما اعتقد في الامازيغي شاركوا هذه المره شي 32، وفي الحساني 15 16 على ما اعتقد، ولكنما المشاركات القويه كتكون في الزجاج وفي الفصيح. الزجاج كتجاوز 100 كتوصل ل 100 كتوصل؟ لا كتجاوز، لان الكل كيكون كاين، وخصوصا الحمد لله ان المهرجان كيشرف عليه على الاداره ديال الاعلام والتواصل، كيشرف عليها الاستاذ خالد الرابطي، هو اعلامي بمدينه طنجه وصحفي معروف بالمدينه. يعني كنحاول يعني بالجهد ديالو بجهد ديال الاخوان كتكون واحد الحمله اعلاميه واسعه، والشكر موصول لكل رجال ونساء الاعلام لانهم كيتجاوبوا مع المهرجان بواحد الشكل جميل. واحيانا كتلقى ان بعض المنابر الاعلاميه تطوعت وحطت لنا البلاغات وذكرت البلاغات في النشرات الاخباريه ديالها، وهذا شيء جميل. يعني احنا كنرجعوا نشكروا الاسلام. يعني جلسه معك نزهه وكنستافدوا وكنتعلموا اشياء كثيره. غير باش نذكروا المستمعين الكرام، يعني اليوم بالليل غتبداو المهرجان، وقتاش غيسالي؟ غادي يسالي النهار ديال الحد، ولكنما عندنا لقاء مهم جدا، يعني هو اللي ركزنا عليه في الاعلام، اللي غادي يكون لاول مره في تاريخ مدينه طنجه. شنو هو؟ غادي يكون لقاء شعري ومعرض ذاكرة مدينة طنجة بقصر بيرديكاريس، الدبلوماسي الأمريكي الأصلي اليوناني اللي جا مدينة طنجة في 1900، واللي تم الاختطاف ديالو من طرف أمير جبالة مولاي أحمد الريصوني. هذا القصر في 1907 و 908 تقريبا هذيك الوقيته. وهذا القصر هذا لاول مره كيدار فيه نشاط شعري بالمناسبه ديال المهرجان ديال الشعر والزجال، وغادي يكون معرض ديال ذاكره طنجه كيشرف عليه الفنان يونس الشيخ علي، اللي هذا السيد هذا يعتبر مؤرخ لمدينه طنجه، عنده كل التحف ديال مدينه طنجه، وغادي يكونوا المعرض ديال الصور ديال الاختطاف ديال بيرديكاريس، والوثائق اللي كانت عند بيرديكاريس، والوثائق اللي كانت والجرائد اللي كتبت عليه على بيرديكاريس. يعني اضطر التدخل ديال الحكومه الامريكيه في ذيك الفتره. شكرا جزيلا. غادي نرجعوا معك النتائج ان شاء الله، ودير معنا الخلاصه ديال المهرجان ان شاء الله. خصنا نساندوا هذا المهرجان هذا باش ينجح ان شاء الله. وشكرا المنبر ديالكم على هذه الالتفاته الاعلاميه، وشكرا لكل الطاقم التقني، وان شاء الله نتمنوا اننا في الدورات المقبله نتواصلوا معكم وتزوروا المدينه طنجه. ما كاين مشكل، حنا نحب الشعر والشعراء ونحن نحبكم. بارك الله عليك سي بلال، شكرا جزيلا. اش من شعر كريم مراد؟ لا ماشي اش من شعر، قول لنا تقدم لنا البرنامج ديالك اليوم بطريقه فيها شاعريه الله يخليك. لا ما عندك شي احساس، شي جميل جدا. شوف شويه غير ما تكونش تقديم بالشعريه. انا حد المحفوظات. لا قول سنستقبل الجابون بروح رياضيه عاليه ولن نصفر على نشيد الوطني. ماشي عالة والله يهديك. وشنو علاش؟ مباشرة نصفر النشيد الوطني. ياك ماشي عالة، على بالدارجة. غادي دير لنا انت الزجل، دخل الزجل.
لا بالدجال قول لي شنو عندك اليوم؟ نرجعوا للماتش ديال ليكيب ناسيون بيان سور غيكون لو غرو بلوك في هذه الحصه ديالي من البرنامج المريخ الرياضي. وما نساوش الماتش ديال لا كوب دو ترون روتور بين فريق نهضه بركان وفريق الوداد الرياضي ويتم فينال ديال منافسات كاس العرش. ونذكروا مره اخرى المستمعين ديالنا الكرام اللي مشي تيران يدير عقره والله يجازيكم بخير. يمشي لتيران يحترم احترم الضيف، شجع فريقك واحترم ضيوفك وما تسفروش على وحاجه اخرى الى سبحان الله الوطني ديال الكابون، لانه هو الضيف ديالنا، ماشي كما كيقول امين بيروك الخصم ديالنا. الضيف ديالنا كاع كيقول الخصم هنا فين ماشي يتصنت لينا خصم في التيران. لا ما كاينش. الا كنتي غضيف معاه في التيران نقول له مارك عليه الرياضيه